اهلا بكم، انا احمد ابو زيد، كو فاوندر دروبز. ايه هي دروبز؟ دروبز اول تجربه كامله متكامله في العالم العربي بتجمع ما بين التجاره الالكترونيه ومرونه التسويق بالعموله. دروبز بتوفر بيئه ذكيه وسهله لكل شخص عايز يحقق دخل من على الانترنت بدون اي خبره سابقه وبدون اي مقابل مادي. تمتلك الثلاث حاجات دول تقدر من خلالهم تعمل فلوس وانت في البيت: متجر الكتروني، منتج استهلاكي، استراتيجيه تسويق. ودروبز بتوفر لك الثلاثه دول بدون اي مقابل. المتجر الالكتروني بنوفره لك مجانا، المنتج الاستهلاكي عندنا مئات المنتجات تقدر تسوق الحاجه اللي بتفهم فيها، اما الاستراتيجيه التسويقيه فاحنا بنوفر لك اكتر من استراتيجيه تقدر تختار الطريقه المناسبه لك. ضيف على كل ده ان احنا بنوفر لك ادوات تسويقيه ذكيه وتدريبات ودعم مستمر، وده بشكل مجاني. فباختصار دروبز بتساعدك تبيع المنتج اللي مقتنع بيه بالطريقه اللي تناسبك في الوقت اللي تختاره. طيب هل دروبز مختلفه عن اي منصه تسويق ثانيه؟ طبعا دروبز مختلفه تماما عن اي منصه تسويق ثانيه. اولا المنصه مجانيه 100%، اي حد يقدر يسجل ويبدا مع دروبز سواء كان تاجر او مسوق. ثانيا دروبز عندها ميزه حلوه قوي، بتحول اي مستهلك لمسوق محترف، بمعنى ان اي عميل بيشتري اي منتج من خلال المنصه ممكن بسهوله يتحول لمسوق ويقدر يعمل لنفسه دخل اضافي من خلال المنتجات اللي حبها واشترى منها. ثالثا دعم وتدريب مجاني، كل مسوق او تاجر بياخد تدريبات اونلاين وادوات جاهزه واستشارات علشان يقدر يسوق بشكل احترافي. رابعا منتجات استهلاكيه ومتنوعه، معظم المنتجات اللي عليها طلب عالمي في السوق هتلاقيها في دروبز، بالتالي دروبز منصه بتشتغل ليك مش عليك، والناس اللي اشتغلت في مجال الماركتنج قبل كده فاهمين قصدي كويس جدا. عايز اقول لك ان كل تفصيله اتعملت في دروبز اتعملت علشان تغير مفهوم التسويق بالكامل، تقدر من خلالها تفتح باب واثنين وثلاثه تعمل منه دخل كويس جدا بدون اي مقابل ولا اي التزامات عليك. ازاي ممكن اخلق مصدر دخل اضافي من دروبز؟ في البدايه المنصه عليها عدد كبير جدا من التجار، كل تاجر عارض المنتجات بتاعته كاتب على كل منتج عموله تسويقيه اكس. مثلا انت كمسوق تقدر تختار المنتجات المناسبه ليك واللي عليها عموله تسويقيه مرضيه ليك كمسوق وتجمعهم في لينك باسمك وتقدر تسوقهم. طيب انا في البدايه مش هعرف اعمل الكلام ده، ما تقلقش، احنا هنا بنعلمك كل حاجه وهنفضل نعلم فيك لحد ما تقول كفايه. كلمتك في اول الفيديو عن استراتيجيات التسويق، خلينا نمسك مثال. انا كمسوق مثلا ازاي اقدر احقق 100,000 جنيه عموله من دروبز؟ عايز اقول لك انك لو قدرت تسوق 400 منتج، عموله كل منتج فيهم 250 جنيه، انت بقى معاك 100,000 جنيه. طيب لو سوقت 800 منتج في 250 جنيه عموله ب 200,000 جنيه. طيب هل انا اقدر اعمل الكلام ده لوحدي؟ تقدر، والاهم انك انت تكون مستعد وجاهز انك انت تعمل ده. فاكر لما قلت لك ان كل عميل بيشتري من المنصه بسهوله جدا ممكن نحوله لمسوق محترف؟ ده كان ليه؟ علشان فكره التيم وورك. لوحدك 400 تسويقهم هيبقى صعب، طب لو بقينا 3، طب لو بقينا 5، اكيد الموضوع هيبقى أسهل. طيب ليه ابدا في دروبز؟ نفس السؤال ده انا سالته لنفسي في 2012، بس وقتها ما كانش في دروبز. قبل ما اجاوب انا حددت انا عايز اعمل ايه. افتكر وقتها انا كنت عايز اشتري كام حاجه كده كانت تكلفتهم تقريبا 500,000 جنيه. 500,000 جنيه في 2012 كان رقم، النهارده ولا حاجه. فكرت ايه مصادر الدخل اللي ممكن احقق منها الرقم ده وفي مده قد ايه؟ لقيت ان انا قدامي وظيفه، او اني اسافر، او اني اتعلم حرفه، او ان انا اعمل مشروع. تقريبا هي دي كانت الطرق المتاحه في التوقيت ده انا ممكن اعمل منها دخل. فكرت في الوظيفه، افترضت كده رقم، قلت نفترض ان انا اتعينت على 5000 جنيه في الشهر. قلت لو انا بصرف من ال 5000 جنيه 3000 جنيه كل شهر، فانا بوفر 2000 جنيه كل شهر. 2000 جنيه كل شهر يعني 24,000 جنيه في السنه، لو ضربتهم في 21 سنه هتديني 504,000 جنيه. اصبح ان انا محتاج 21 سنه علشان اعمل نص مليون جنيه، اللي هو الرقم اللي انا عايز اعمله. طب في التوقيت ده انا كان عندي 25 سنه تقريبا، قلت انا كده محتاج 21 سنه، يبقى 25 زائد 21 يبقى انا محتاج 46 سنه. فبالتالي الوظيفه حسيت ان هي ممكن تسرق عمري وما اعملش اللي انا عايزه. تاني حاجه الحرفه، بس كلنا عارفين ان راس مال الصنايعي صحته، في صحه في فلوس، طب ما فيش صحه ما فيش فلوس. تالت حاجه بالنسبه لي كانت المشاريع الخاصه. فكرت ان انا ممكن اعمل مشروع خاص، لقيت ان المشروع الخاص محتاج مني راس مال عالي، ده غير ان المشروع الخاص كل ما بيكبر كل ما بيحتاج مجهود اكبر وصداعه بيزيد. في التوقيت ده انا قريت ان معظم المشاريع الخاصه بتوصل نسبه فشلها ل 95% في اول 3 سنين، وبتوصل ل 97% بعد 5 سنين، يعني نسبه نجاح المشاريع الخاصه لا تتجاوز ال 3%. رابع حاجه بالنسبه لي كانت السفر. انا بالنسبه لي كان السفر صعب جدا، ان انا مهما عملت من السفر فانا بدفع قصاده اجمل سنين عمري. فبالتالي لقيت ان الاربع طرق اللي انا ممكن اعمل منها دخل ليا من وجهه نظري فشل. الطريق الخامس اللي كان بالنسبه لي هو التجاره الالكترونيه. لو انا هكلمك في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي فهو دروبز. دروبز زي ما شرحت لك ان انا ممكن احقق منها ارقام كويسه جدا بمجهود قليل جدا جدا، يعني نص مليون جنيه اللي انا كنت اعمله في 21 سنه في الوظيفه انا ممكن اعمله في دروبز، ممكن في 6 شهور، ممكن في سنه، ممكن في سنتين على حسب المجهود بتاعها. فانا بدل ما هرهق فكري قد ايه ال 500,000 رقم صعب تحقيقه، عندنا على المنصه اكتر من استراتيجيه تسويق تقدر تختار الاستراتيجيه اللي تناسبك وتشتغل عليها. مع دروبز انت بتبدا مشوار مختلف من النجاح، مش مجرد تسويق منتج، دي رحله نجاح كامله. كل خطوه بتفتح لك باب جديد للحريه والفرص اللي عمرك ما كنت متخيلها. مع دروبز حلمك رجع يتنفس تاني. سجل دلوقتي كمسوق الكتروني مع دروبز.